شاهد كيف دافع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن الإسلام. في البداية عليكم دعمنا بالاشتراك في قناتنا والضغط على زر الإعجاب لمتابعتنا من أجل المزيد. جو بايدن. ظهر جو بايدن كمنافس قوي لترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. يعد بايدن أحد الشخصيات السياسية القوية في أمريكا، وقد احتل في السابق منصب نائب الرئيس الأمريكي. يتحدث الجميع في الفترة الأخيرة عنه. عمل جو بايدن كنائب للرئيس الأمريكي فيما بين عامي 2009 و2017، وظهر هذا العام كمنافس قوي للرئيس ترامب. سنعرض لكم النقاط المهمة في حياة بايدن، وسنعرض أيضا بعض آرائه السياسية. ولد بايدن في 20 من نوفمبر عام 1942 في بنسلفانيا لعائلة مسيحية كاثوليكية. والده جوزيف بايدن، أما والدته فهي كاثرين أوجينيا. لديه 3 أخوة، وانتقل مع عائلته إلى ديلاوير عام 1953. أنهى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي هناك، وتخرج عام 1961. كما تخرج بقسم السياسة في جامعة ديلاوير عام 1965. كما تخرج في كلية الحقوق جامعة سايريكوس عام 1969، وبدأ يعمل بالمحاماة بعد ذلك. وفي عام 1970 تم انتخابه بمجلس المدينة، وفي عام 1972 تم انتخابه ليمثل ولاية نيوكاسل، وبدأ حكم الولاية كسيناتور عام 1973 وهو في 30 من عمره، وبقي في مهنته حتى أصبح نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما. اهتم بالسياسة الخارجية أثناء حكمه كسيناتور، وكان عضوا بمجلس الشيوخ، لكنه خرج من عضويته بسبب عدم نجاحه في الانتخابات عام 2008. لكنه في عام 2009 أصبح نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما. فاز الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2009، واختاره أوباما بعد فوزه ليكون نائبه. بدأ بايدن حملته الانتخابية الرئاسية عام 2019. أظهر بايدن عضويته للحزب الديمقراطي في 19 من أغسطس عام 2020. اختار كامالا هاريس لتكون نائبة له. تزوج من نيليا هانتر عام 1966، لكنها توفيت عام 1972. كان لديه 3 أبناء من نيليا. تزوج جيل تراسي جايكوب عام 1975، ولديهما أشلي. توفي ابن بايدن عام 2015 بسبب مرض السرطان. أهم ما يميز بايدن هو تواصله مع من حوله، فهو يشارك الجميع ويقيم معهم بعض المشروعات، فهو ينفذ بعض القرارات حول تلوث الهواء بالأدخنة، كما أنه يدافع عن الكنيسة دائما، ويدعم بايدن زواج المثليين، وقال إن النساء يمكنهن أن يقمن بالإجهاض دون مشكلة. دعم بايدن حرب العراق عام 2013، لكنه صرح أنه أخطأ في هذا القرار. يشارك المسلمون بأمريكا بالانتخابات بنسبة 69%، وقالوا إنهم دعموا جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. قال بايدن إن هناك أكثر من 3.5 ملايين مسلم في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنهم قلة بين سكان أمريكا، فإنهم يشكلون فئة قوية في الانتخابات. قام الرئيس الأمريكي السابق ترامب بمنع سياحة المسلمين في أمريكا بعد توليه الحكم، لكن بايدن وعد بأنه سيلغي تلك الاتفاقية بمجرد توليه الحكم، وسيسمح للدول مثل إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن وكوريا الجنوبية وفنزويلا بدخول أمريكا دون قيود. وقال سأنهي تلك المشكلة أول يوم من تولي الحكم. تحدث بايدن عن الإسلام في كثير من لقاءاته، كما تحدث عن ضرورة وجود الدين الإسلامي في التعليم. وقال بايدن إن الإسلام أصبح أحد المخاوف في أمريكا أثناء فترة حكم ترامب، وقال إن المدارس الإسلامية في أمريكا أصبح عليها قيود كثيرة. قال ترامب في أحد اللقاءات الصحفية إن بايدن سيقوم بمحو الأديان من المنازل. أثناء وجود بايدن كسيناتور، كان ينتقد بشدة سياسة تركيا في قبرص. شارك العالم في معرفة ما فعلته أمريكا بالأرمن عام 1915. زار تركيا لأول مرة في شهر ديسمبر عام 2011، وكانت المنطقة العربية وما يعيشه الشرق الأوسط هو محور زيارته. وقابل في تلك الزيارة الرئيس التركي عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وكانت زيارته الثانية بعد الضربات التي وجهت إلى أمريكا. وأثناء الزيارة ناقش بعض الاتفاقيات مع اسطنبول. أما زيارته الثالثة والأخيرة كانت عام 2016، زار اسطنبول بعد الانقلاب الذي وجه إليها. اعتذر بايدن مرتين بسبب التصريحات التي أدلى بها عن تركيا،
حيث إنه بعد زيارته الثانية إلى تركيا بعدة أشهر أعلن في أحد لقاءاته إن تركيا سبب المشكلات بمنطقة الشرق الأوسط، كما قال إنها والمملكة العربية السعودية تدعم الحرب في سوريا ضد بشار الأسد بالأسلحة والأموال، وقال إن تلك الدول صرفت ملايين الدولارات لشراء آلاف الأطنان من الأسلحة، وقال إن تركيا تعتبر معبر الجنود الأجانب إلى سوريا، وهذا ما أثار تركيا، ولهذا قام بايدن بالاعتذار من رجب طيب أردوغان، وجاء اعتذاره الثاني بعد محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، وجاء هذا بعد زيارته بشهر حيث كان أوباما أول الداعمين لرجب طيب أردوغان، لكن بايدن قال أريد أن أعتذر، ويا ليتني استطعت المجيء قبل هذا. على الرغم من تواجد علاقات بين تركيا وأمريكا أثناء وجود ترامب، يتوقع السياسيون أنها ستزداد أثناء ولاية بايدن، فبايدن لديه تاريخ زاخر بالعلاقات الخارجية الناجحة، فهو سياسي ناجح عرف تركيا عن كثب وزارها أكثر من مرة. يقال إن سن بايدن وحالته الصحية سوف تؤثران على تحركاته السياسية. أسوأ ما في شخصية بايدن هو ملامسته النساء، فنرى أمامنا إحدى اللقطات وهو يشتم شعر إحدى السيدات. لا يتسم بايدن بالبرودة في التعامل، فابتسامته للجميع تذيب الحدود في التعامل، ولهذا فهو يتقرب من الأشخاص بكل سهولة. يقول البروفيسور جايل إن بايدن يستخلص دروسا من المشكلات ويفهمها جيدا، وهو شخصية قوية يعتمد عليها. دافع بايدن عن الكنيسة وقال إنها ليست مكانا للهجوم، فقد ترك حرية الزواج للمثليين وترك قرار الإجهاض للمرأة، وقال إن المرأة وحدها من تقرر بشأن جسدها، وقال إن الشخص يجب أن يقترب من الجنس الآخر أثناء التعامل، وأن يعطي الحديث قوة بالتلامس الجسدي. هذا كل ما لدينا، شكرا لكم على المشاهدة، ونراكم في مقاطع مقبلة.